هنا القاهرة. حذر فزر طبخين ايه؟ تحب اعمل لك عدس بالليه؟ طب كرش، طب بنبار، يبقى لحمة راس. في مشنكح؟ لا عايزين كباب وخضار سوتيه. كل أكلة وليها أصل وحكاية. لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك، عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك. هات لنا انت بس ذكر بط نحطه في نص السفرة. ولكل أكلة كمان تركاية. يبقى حطي بالطين على الوش مش بيضة واحدة. والأصل مصري عنده السر في الخلطة. مستعد أعمل لك طبق فول مدمس أطعم وألذ من ديك رومي. أصل الأكلة مع خبيرة التغذية الدكتورة منال عز الدين. دي وجبة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية. والشيف مريم زرن. ما تنساش الصلاة طاق. أمان. في أول الشهر الفضيل كنا بنتكلم عن أكلات رمضان، إنما في مصر في أكلات موسمية زي يوم شم النسيم، وده أكتر يوم المصريين بياكلوا فيه نوعية من الأكلات الموسمية زي الفسيخ والرنجة والملوحة والملانة مع البصل والخس والليمون والترمس، وطبعا البيض المسلوق اللي بنلونه. والمصريين القدماء طبعا هم أساتذة تمليح الأسماك في العالم كله، لأنهم كانوا بيملحوا الأسماك عشان يزودوا فترة الصلاحية. وعلى فكرة الملح مش ضر على الصحة زي ما كلنا متصورين، الملح ليه دور إيجابي لو خدناه بكميات معتدلة، واحتياجاتنا اللي ما تزيدش عن 5 جرام في اليوم من خلال الأطعمة المختلفة اللي بنتناولها على مدار اليوم. أول حاجة الملح بيعملها إنه بينظم عمل الأعصاب، كمان بيحافظ على توازن السوائل في الجسم، وبيمنع العضلات إن هي تحصل لها تشنج. نرجع تاني للسمك والرنجة والفسيخ، وما بنصحش السادة المستمعين بتناول الفسيخ لأنه بيعتبر مغامرة. يا سلام عليه بالليمون وجنبه بصلتين خضر، أنا بموت فيه. للأسف ممكن تحصل مشاكل أثناء الإعداد بيكون ليها عواقب وخيمة فيما بعد قد تؤدي للوفاة. الفسيخ ما فيهوش وجع بطن، يا تموت يا ما فيش. الله يطمنك، بس أنا تمام الحمد لله عايش. حلو قوي، بس هو ريحته شوية هي اللي مشكلة. اللي بننصح بيها الرنجة هانم لأن الملح بتاعها أقل. رنجة دي رنجة دايت، وظروف تصنيعها وإعدادها بتتعرض للمعاملة الحرارية وبتتحفظ بالتدخين، فبتكون آمنة أكتر. وطبعا الرنجة هي أكثر تداولا. أقول لك سيبك من الفسيخ، خش على الملوحة مربى. ارجع دي ميتة. ميتة ايه بقى؟ انا بقول لك انت تعالج مناخيرك، دي اجمل حاجه فيها الحته، حاجه تفتح النفس. نروح لمريم اللي عندها كذا وصفه كده ليوم شم النسيم، بس نصيحتنا قبل ما مريم تقول وصفتها ان احنا نصبر لاول يوم العيد ونعمل وصفات مريم الشهيه. الاكله دي اصلها حرشه وكلها حادقه وشرشه، محتاجه لخاص. كل سنه وانت طيبه يا مريم. وانت طيبه. انت عارفه احنا كمصريين ارتبطنا بشم النسيم من ايام الفراعنه اللي هو عيد الربيع واستقبال الربيع. احنا المصريين اي مناسبه عندنا مرتبطه باكله، ده حقيقي بجد. واكله شهيه يعني مش اكله اي كلام. عندي الملوحه النيلي والبور البردويلي من ايام الفراعنه للموسم الابريلي. ما اول حاجه واحنا بنشتريها لازم نمسكها من بطنها ونشوف ان هي جامده، عشان تكون فيها بطارخ اللي هي بتكون مخرزه دي، الله. اللي هي بتطرقع في البق دي. الله فلازم صحيح. نمسك من عند بطنها نلاقيها جامده. احنا جبناها عايزين نعمل سلطه، هنجيبها ونخليها، نقطع بصل مكعبات صغيره وهنغسله بميه ونحطه في خل وملح وفلفل ونقطتين ليمون وهنركنه على جنب. طب ليه الوصفه دي للبصل؟ علشان الريحه ما تبقاش معانا، وفي نفس الوقت بيدي طعم كده مسكر وكرانشي شويه، بيبقى كرانشي خالص. وبعدين ما حتى لو قعدت في التلاجة شويه ما بتبقاش البصل طري والحاجه طريت، لا بيبقى البصل زي ما هو ماسك نفسه. وبعدين بنقطع فلفل رومي برضو مربعات صغيره، ممكن نحط معلقتين طحينه عليها وممكن ما نحطش براحتنا، وفلفل حراق، بس ما نكترش اكتر من كده. دي سلطه رنجه. سلطه رنجه بس ممكن تعمل بالطحينه وممكن من غير طحينه على حسب الرغبه. بعد ما بنقطعها بتحط البصل عليها، بعد ما حطناه في الخل نشيله بقى نصفيه ونحط الطحينه وفلفل رومي، عايزين فلفل حراق نحط. ما انصحش ان احنا نحط اي حاجه ورقيه، ما ينفعش انها تقعد كتير مع نسبه الملح اللي في الرنجه عشان ما تتعبناش احنا. عايزه رنجه؟ ما تجيب لها رنجة يا اخي، ولا عايز الواد يطلع في وسطه بطارخ. ونصيحتنا ليكم ناكل وما نكترش، وفي صحتنا ما نفرطش.
مش مهم تاكل غالي او رخيص، المهم انك تتمتع بالاكل. أصل الأكلة دكتور نظيرة كلمة إخراج رانيا مجدي. كان نفسي اعزم اصحابي مش ياكلوا ويتفرجوا بس.